لدينا الآن أخبار عاجلة من فرنسا. حصلت مصر وبعد طول انتظار على ميداليتين ذهبيتين في أولمبياد باريس. وأنتقل الآن إلى زميلي أيمن للوقوف على آخر المستجدات. اهلا وسهلا بيكي زميلتي ام عبير. الاجواء هنا جنونيه، الكل في حاله فرحه عارمه بعد حصول اللاعب شوقي الدمياطي على ميداليتين ذهبيتين. زميلي أيمن، وافيني بتفاصيل أكتر، في أي لعبة حصل على الميداليتين؟ والله لا اعرف يا استاذه ام عبير، انا لقيت ناس بتجري وناس بتقول حلق يا جدع، والبوليس بيخمس بالعربيات. سالت فيها يا جدعان، قالوا لي في واحد دمياطي خد ميداليتين ذهب. طبعا ده إنجاز تاريخي للمصريين وللعرب بشكل عام. زميلي أيمن، أسمع بعض الأصوات لديك، هل لديك أي مستجدات؟ اهلا بك زميلتي ام عبير، دعونا نرحب بالبطل الاولمبي شوقي الدمياطي. أهلا بيك يا بطل، اسأله لنا يا أيمن، كيف حصل هذا الإنجاز التاريخي؟ المصريين كلهم بيباركوا لشوقي وبيسالوه. حتى الشراوة كمان بيباركوا. بتقول ايه يا فندم؟ معلش. اصل انت بتقول المصريين كلهم بيباركوا، الشراوة معاهم يعني ولا لا؟ اصل هم مقموصين مني. يا فندم، كل المصريين بيباركوا لك على هذا الانجاز، وحابين نعرف انت اخدت الميداليات دي في لعبه ايه؟ لعبة يا عم، واحنا جايين نلعب، احنا جايين في مصالح يا عم الحاج. مصالح؟ طيب مبروك يا كابتن عامه، وعايزين نعرف احساسك بعد تحقيق حلم الفوز بالميداليه الذهبيه. والله يا عم ايمن، احب اشكر جمعيه دمياط كلها تيما، وبهدي الميداليتين دول للسيد رئيس الوحده المحليه، وبقول له يا ابو اشجان بلاش المعامله دي. طيب اشرح لنا ازاي اصبحت مؤهل انك تسافر مع البعثه وتوصل لحد هنا. يا عم بس بعثة انت مجعلص الدنيا ليه؟ قال له انت حموك شجالي، قال لي يا ابو الشوق في سبوبه في طياره عايزه تاخد وشي مع جول. قلت له ماله؟ المهم في نص الشغل يا باشا نمنا في الطياره، ببص لقيت نفسيني. طيب واحكي لنا ايه رايك في الاجواء وفي المكان؟ والله يا باشا على ما اتذكر اول ما صحيت فكرت نفسي في جزيره الورد، وبعدين بقى لقيت شويه عيال بيجروا ورا بعض، وواحد جايب مسدسات وبيخلوهم يلعبوا النشان، وشويه عيال بترمي الزقله. قلت بقى احنا في مولد، بس مولد نضيف شويه ولا حاجه. ما تعرفش ده مولد مين يا حبيبي اخوك؟ مولد ايه يا باشا؟ ده انت في البطيخ خالص، انت في الاولمبياد. مدد يا سيدي، اولمبياد مدد، بس مولد نضيف والله احسن من بتاع السيد البدوي. اسأله يا أيمن، كيف حصل على الميداليتين الذهبيتين وفي أي لعبة؟ حسنا زميلتي ام عبير. ام عبير تسال كيف حصلت على الميداليتين الذهبيتين ايها البطل. في الاول بس تحياتي لام عبير. والله ام عبير انا لقيت ناس فرشين اللهم صل على النبي كده سجاده حمراء نازلين عج في بعض. دخلت احجز ببدلهم، يا جدعان ما ينفعش، يا جدعان احنا كبار احترموا المولد. راح واحد واخدني شوبليكس زي بتاع الكابتن جون سينا. حسنا، انها لعبه المصارعه من الرومانيه يا ام عبير. ايوه اسم الله عليك، الواد فعلا كانت ريحته زي الجبنه الروميه. المهم يا ابن عمي رحت طالع الكرافطه، اتهورت بقى قلعت القميص ورحت مبركه ومديله في قرقشه ودنه. هل حضرتك كنت مدرب على مثل هذه الحركات يا كابتن شوقي؟ بص يا استاذ مذيع، انا ابويا قال لي لو العركه بدات ضبش وخلاص، المهم ما تجيبش وراه. لقيت لك بقى جدع كده لابس بنطلون اسود وقميص ابيض شكله جرسون، راح رافع ايدي ولقيت ناس بتسقف وبتاع، وراح مكربش لي ميداليه في جيبي. اذا البطل شوقي الدمياطي حصل على الميداليه الذهبيه في لعبه المصارعه الرومانيه. امال الميداليه التانية جبتها منين يا باشا؟ كلام في سرك يا مذيع، انا شكيت ان الميداليه دي ذهب، لقطتها كده قلت يمكن تبقى عارضه 18 ولا حاجه وناكل فيها لقمه عيش. قعدت اتحايل على الراجل اللي عامل فيها جرسون، قلت له معلش اشوف لي في كمان واحده كمان عشان انا راضي بنت اختي وبتاع، بس ما رضاش. بنت اختك ايه يا باشا؟ ميداليه اولمبيه دي لازم تكسب لعبه عشان تكسبها. يا عم صبرك بس، ما انا جاي لك في الكلام. الراجل بقى ما رضاش وضربن عليا، ورحت مسهيهم واخد واحده من الصندوق وخدت ديلي في اسناني وافكيك. يا نهارك اسود، يعني سرقت الميداليه؟ هتعمل ايه دلوقتي؟ الله يخرب بيت قعر دماغك. يا عم ما تجهزناش، هروح اتضرع عند اختي يومين في عزبه البرج ولا حاجه. عزبه برج ايه يا متخلف يا ابن العبيطه؟ انت في باريس. احلف بالله. يا نهار ازرق يا جدعان، يعني مفيش ميكروباصات بتحمل عزبه البرج من هنا ولا ايه؟ ضحى لاجل وطنه لاجل ما يعود النهار.